ولو جينا نبص كده على موقع جلوبال فاير باور، وده موقع بيرتب او بيصنف الدول على حسب القدره العسكريه لجيوشها، ونبص كده على اخر تصنيف نزل ل 2025 للجيوش العالم كلها وبالتحديد الجيوش العربيه، هتلاقي اول دوله اسلاميه هي تركيا في المركز الثامن عالميا باكثر من 355 الف جندي نشط و1000 دبابه و234 طياره حربيه مقاتله. 2 مصر في المركز ال 15 باكثر من 440 الف جندي نشط و4000 دبابه واسطول بحري قوي من البحر الاحمر لحد البحر المتوسط. 3 السعوديه في المرتبه ال 22، اهدي لوحدها عندها ميزانيه عسكريه باكثر من 75 مليار دولار، غير 227 الف جندي نشط و500 مقاتله حربيه. 4 باكستان ودي ترتيبها السابع عالميا، معاها فوق ال 170 راس نووي و650 الف جندي نشط. 5 ايران هنلاقيها في المركز ال 14 باكثر من 610 الف جندي نشط و2000 دبابه و4000 صاروخ باليستي عبر القارات يقدر يشيل رؤوس نوويه. 6 اندونيسيا دي جايه في المركز ال 13 باكثر من 400 الف جندي نشط واسطول بحري ضخم في المحيط الهندي. انا مش محتاج اكمل لك باقي القدرات بتاعه الاربع دول التانيين، اهم السته دول لوحديهم معاهم قدرات بشريه لاكثر من 3.5 مليون جندي في الخدمه، يعني اكبر من الجيش الامريكي كله، وحوالي 10000 دبابه، يعني اكتر من القدره العسكريه بتاعه الصين، واكتر من 2500 طياره حربيه مقاتله. يعني ممكن